سلام. واش راكم لاباس؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. وصفتنا نهار اليوم ان شاء الله شوربه فيرميسيل بنينه. وزيد راح نعطيلك السر اللي خلاها تنجح لك باذن الله. لكن قبل ما نبداو صلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. اذا نبداو في تحضير وصفتنا ان شاء الله. هنا عندنا مرص اللحم حنقليه في شويه زيت. هنا من الاحسن يكون مرص الدجاج، راح يزيد بنه. نقليوها مليح في ديك الزيت. هنا بعد ما تقلينا اللحم تاعنا زيد حبة بصل مسكرفجة مع 2 سنين الثوم، نخليهم يتقلاو شوية مع بعض. بعد ما تقلينا البصل تاعنا مليح نزيد حبة طوماطيش مسكرفجة، عندنا نص مغيرفة طماطم مصبرة، نخليهم يتقلاو شوية مع بعض. بعد ما تقلاو لنا شوية بالنسبة للتوابل هنا عندنا فلفل عكري، نزيد كمون، شوية راس الحانوت، قليل فقط من الفلفل الأسود، شوية قرفة، والملح أكيد بلا ما استغناو عليه. نزيد شوية ما باش ما يتحرقوناش هذوك لي زيبيس تاعنا ويطلقونا مرورية. هنايا عندنا حبيبة كورجيت، حبيبة زرودية، حبيبة بطاطا، كنت قطعتهم كاري مربعات صغيرة. واذا كاين لف ثاني زيدوا حبة راح يزيد بنة. هنا عندنا رشح شي شربة، نزيدوا لها ورقة نعناع أخضر، نزيد شوية حميصة، نمرق بالماء سخون أكيد. نغلق عليها ونخليها تطيب. من جهة واحدة أخرى هنا عندنا فيرميسيل رقيقة كما راكم تشوفوا، نحمصوها في المقلة، وهذا هو السر اللي يخلي الشربة تاعنا ما تجيناش عقدة ولا معجنة. نحمصوها مليح. هي بعد ما تحمصت لنا وطابلنا اللحم تاعنا نحيوه، نرميو الفرميسيل، نزيدو اللحم تاعنا داك اللي قطعناه قطع صغيرة، رجعوا لنا 10 دقائق وتكون واجدة بإذن الله. هاي ليك شربة تاعنا طابت. هنايا عندنا شوية نعناع يابس نحكوه بالطريقة هذه ونزيدوه لداخل. هنا راح يزيد لنا بنة على بنة. إذا هذه هي وصفتنا نهار اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، تعودوا تجربوها. إذا إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.